بس كده. بس طيب السؤال اللي بعده بتاع البرنامج اللي الاستاذ احمد بيستخدمه يا لوجي، احنا بنستخدم واحنا من محبين كليب بنت في الرسم. كليب بنت من احلى البرامج، لو اللي يقدر يشتريه بيشتغل ايباد، بيشتغل اندرويد، الكليب بيشتغل على ستوديو البي سي، بيشتغل احسن على الماك. برنامج رسم انا اشتغلت احسن برنامج عليه. انا رسم. كنت بشتغل على فكره، قعدت اكتر من 15 سنه بشتغل فوتوشوب، تمام، وكنت بحب الفوتوشوب جدا. لكن لما اكتشفت الكليب ستوديو، لا الكليب ستوديو برنامج ارتستيك، بيحترمك كرسام. الفوتوشوب برنامج جميل وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي فنيا لا الكليب ستوديو طبعا، طبعا. ده غير ان هو فيه ميزه، ان انا اقدر ان انا في منه لايسن مدى الحياه، يعني ممكن اشتري منه لايسن، وفي خطط، يعني في خطط شهريه، خطط سنويه، وفي لايسن ممكن اقول له والله انا النسخه اللي عنها فيرجن 4 ده انا عايز اشتري مدى الحياه، ويفضل شغال على فيرجن 4 مدى الحياه، ولا اقعد اجدد كل سنه ولا كل شهر، ولا التجديد اصل الفيزا وقفت، اصل ما اعرفش ايه، اصل بتاع، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. فاللي هو دي ميزه. وانت عايز تمشي على الخطط، الخطط بقى بتوفر لك ميزه تانية، ان انت تقدر ان انت تاخد الابديتس اللي بتنزل للبرنامج، الفيتشرز والحاجات دي. بس طبعا بقى ايه، بتخش في قصه اللي هو ايه، التجديد الشهري او السنوي على حسب البلان اللي انت حاططها لنفسك. تمام. طيب السؤال اللي بعده، مروه بتقول الاقي فين فرص تدريب؟ اسمح لي اجاوب على السؤال ده. مفيش فرص تدريب يا مروه. يا ساتر يا مفيش رب. فرص تدريب. يا ساتر. يعني والله لا بمزاجنا ولا غصب عننا، بس فعلا مفيش فرص تدريب، لان هو انا هوضح النقطه دي، وضحتها قبل كده واغلب اي حد عارفها. محدش هيقدر يدرب حد، وهتكون ليه ده تكلفه التدريب في اي مكان. تكلفه. التكلفه دي الشركه بتشوف هل اللي هيتدرب ده هيجيب لنا دخل بسرعه ولا لا. لو هو شايفينه ان هو شخص هيتدرب في يوم 2 في شهر، وبعد كده يقدروا يعتمدوا عليه في شغل، هيشغلوه. هو اغلب الناس اللي او ان اغلب الناس اللي عايزه تتدرب هي بتكون لسه متخرجه، وهو فاهم ان هو فاهم، في حين ان هو محتاج لسه يشتغل على نفسه، ياخد كورسات، ياخد ورش، يدي لنفسه فرصه يجرب مع نفسه حاجات كتير، يكتشف السوق رايح على فين. لان دي بتبقى اغلب المشاكل بتاعت المبتدئين، او اللي فاهم ان هو خلص كورس او خلص ورشه فقط وما معهوش بورتفوليو او ما جربش كتير، ان الشركه هتضرب. غير طبعا ان الحاليه بتاعت اغلب الشركات دلوقتي بيعتمدوا على الفريلانس اكتر. فانت للسوشيال ميديا او للعلاقات او للاجتماعات او للايفنتس بشغلك، وانزل واتكلم واعرض شغلك وسوق لنفسك، حتى كمان على اب وورك. يعني ما تستناش ان انت تشتغل مع مكان، انت سوق دايما لنفسك في كل حته انت شايفها. فدي نصيحه عامه انا بقولها لكم، وبقولها لنفسي كل يوم، وبعملها وبحاول دايما اوصلها لغيري. فده اجابه على سؤال التدريب. طيب السؤال اللي بعده من سو، ازاي اظبط دماغي بحيث تكون مواكبه حركه ايدي او قدراتي في الرسم؟ لو مثلا حد خياله واسع بس لسه في الاول، بيبقى في مشكله بين الرسمه وايده. الموضوع بسيط جدا يا سو، عشان بس تبقى عارفه. هو باختصار شديد، بتحتاجي انك انت تتدربي كتير وتعملي الاول شغل بسيط، وتبتدي من خلال الشغل البسيط ده تعلي الليفل بتاعك واحده واحده، هتقدري انك ترسمي من دماغك او ترسمي بشكل احسن. وبرضه لو استاذ هاني واحمد عندهم اجابه على السؤال ده احسن، يتفضلوا. هاني ممكن يقول بقى لو هاني معانا ولا حاجة. أنا معاكم، أنا معاكم، أنا معاكم. لأ، هو كلام إسلام مضبوط، ما فيش جدال عليه يعني. تمام. طيب فين بتقول هي عندها وقت عادي بس ساعات شغلي قليل في الاجازه، فكنت عايز اعرف ايه اهم حاجه الكليه الاوليه نركز عليها، وهو ما ينفعش اعمل سكيب. طيب بص يا فين، انا هقول لك على حاجه. وده الكلام ده بشكل عام، معظم الناس فاهمه ان هي لما بتاخد كورس فهي بتاخد كورس عشان تتعلم الحاجه بس. غلط. انت مش بتتعلم عشان تاخد الحاجه، انت بتتعلم عشان في محاضر ملتزم معاك بميعاد، وانت ملتزم معاه بميعاد، فانتوا الاثنين متفقين على الميعاد ده ضمنيا، فهتحضر فيه وهو هيبقى معاك فيه، فهيشرح وانت هتطبق بعد كده وهو هيتابعك. انما طول ما انت مع نفسك لوحدك، مفيش اي ابديت هيدخل لك. اي ابديت في النهايه زيرو. زيرو خالص، وانت مع نفسك عايز لا هو انت تبقى اشطر. هتستهلك، بص يا اسلام، لا هو انت هتستهلك وقت طويل بس. يعني انت ده انت حقيقي. ما هقول لك على حاجه، ما اصل انا معاك في حاجه زي كده، وفي نقطه تانية
يعني انا اللي انا خدته في 20 سنه عشان اوصله، انت هتاخده ممكن تختصره كله في خلال سنتين 3، مع لو انت خدت مع محاضر. ما هو ده الفرق. الناس اللي بره، يعني الناس اللي بره شغاله بره، ان هو لما بيشوف الانستراكتور، والناس هناك بره جامده برضو، يعني الناس بره عتاوله شغل يعني، وفي المجال جامدين وكده، فاللي بياخد معاهم وكده طبعا. بس طبعا اسعارهم بقى هو انت بتتكلم في يعني اسعار خزعبليه، لان هو بينقل لك الخبره دي. انا هنقل لك ال 20 سنه اللي انا قعدت اجرب فيها واتدرب واغلط واعمل واسوي وكده، في مثلا محاضره يعني في قصدي في كورس 20 محاضره. تمام، هختزل لك كل الحاجات دي. ده غير ان انت الاخطاء اللي انت هتقع فيها هنحاول ان احنا نعالجها مع بعض. هنحاول تشوف ان انت في حاجات غلطات بتقع فيها وتحاول ان انت تعدلها. احنا كان مشكلتنا، وهاني يشهد على ده، ان احنا ما كانش في حد بيعلمنا. احنا كنا كلنا بالتجربه بالظبط والخطا، تجربه والخطا، بالظبط عاملين نغلط. او انا قعدت والله قعدت، كان على الفوتوشوب بشوف الناس على اليوتيوب بيعملوا ايه. يعمل ايه مثلا سيلكشن كده، تمام، وبعد كده يروح جاي عامل كده، ويروح جاي ايه شغال. اللي هو انت عملت ايه علشان تخلي السيلكشن موجود بس انا مش شايفه؟ محدش بيقول، انا معرفش. انا قعدت فيها 3 سنين ومش عارف، وبشوف توتوريالز مثلا، بس هو ما بيتكلمش، ما بيقولش ان انت بتعمل كنترول اتش، ان انت لا، بتعمل هو في هايد حاجة احنا للسلكشن. كان عندنا صبر للكلام ده. وعرفتها هو الفكرة بالصدفه ازاي؟ عرفتها بالصدفه ازاي؟ كنت شغال في شركه، وكان في زميله ليا، فانا كنت واقف وراها بنتكلم وبتناقش وبتاع وكده، وهي بتشتغل على الفوتوشوب، وهي بتعمل سيلكشن، وبعد كده اعمل كنترول اتش، وبتكمل بتلون بقى بالفرشه. قلت لها ستوب ستوب ستوب، ايه ده اللي انت بقى عملتي دي ايه؟ قالت لي ايه عملت ايه؟ قلت لها لا، انت السيلكشن كان موجود واختفى. قلت لها قالت لي عملت له هايد. قلت لها ازاي بقى؟ قالت لي كنترول اتش. انا شوف، تخيل ان انا قاعد كل ال3 سنين دي وانا ما اعرفش الاختصار دي. في بقى انت الانستراكتور هيقول لك الكلام ده. تمام، بالظبط. شوف انت بقى عمال بتجرب وتغلط، في حاجات هتيجي بالصدفه معاك، في حاجات مش هتيجي بالصدفه، في حاجات هتفضل تايه وتلف وتدور حوالين نفسك. بس فهي دي من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجهني. يعني انا والله لو كان عندنا امكانيه ان انا اخد كورس مع حد انستراكتور، لا كنت خدت طبعا، واختصرت على نفسي السنين دي كلها. اصل انا اولى بالسنين دي. ده حقيقي. تايم ايكوال ماني. ايوه طبعا. طيب اخر سؤال من انس، هو بيقول: هل في حل موضوع ان مفيش شغل ولا فتره وهتعدي، خصوصا لو لسه بيبتدي؟ لا هو حته ما فيش شغل خالص، لا في شغل بس قليل. وقليل ازاي؟ ليه؟ لان يعني مثلا الاي اي ما شالش شغلانات، من يعني مثلا شغلانه الانيميتور ما شالهاش 100%. انما انا مشكلتي في ايه؟ ان انا في مرحله البري برودكشن، اللي هي الانتاج، يعني التظبيط الشغل علشان يتم الانتاج. ان انا بكريت الكاركترات، بعمل موديل شيتس، بعمل مش عارفه ايه. بس الاي اي ممكن يعمل لك موديل شيت وممكن لا، ممكن تفضل بقى تدوخك شويه. وتاني حاجه برضه احنا عندنا مشكله في عشان الوطن العربي، اللي هو انا لسه هدفع بقى مش عارفه ايه والرسام. لا، ده انا عندي اكتب للكمبيوتر بالزراير وهينفذ اللي انا عايزه. مش هينفذ لك اللي انت عايزه. تقعد انت هتشقى اصلا وراه في برومتات وتعديل برومتات، وعمال تظبط ومش عارف ايه وكده، وفي الاخر النتيجه يا تطلع يا ما تطلعش، يا تطلع يا ما تطلعش. فهي حته ان مفيش شغل، لا هو حته لا في، واللي بيسعى. تاني حاجه، انت ممكن تدخل على الاب وورك. كان في تقريبا لايف في اسلام عبد ده حقيقي. الرحمن تقريبا كان بيتكلم على الاب وورك. لايف ممتاز جدا. انا نفسي عايز اتفرج عليه، بس اخلص اللي انا كنت بعمله، وعايز اتفرج عليه عشان اشوف الدنيا. وانا عندي اصلا اكونت على اب وورك. بس انت ازاي تبدا عليه؟ وهتجي لك شغل مرطرط، وعايزين كاركتر ديزاينرز، وعايزين ناس للباك جراوندز، وعايزين ناس للستوري بوردنج، وعايزين ناس انيميتورز، وعايزين وكل الحاجات دي.
يعني هو الشغل موجود ما اختفاش، فاهمني؟ ده حقيقي. بس ده عشان أنس. في إيه تاني؟ حد بيسأل في حاجة؟ بص يا سعد، البرامج المستخدمة في الانيميشن والرسم، هو عادي الرسم مثلا زي الكليب بينت او الفوتوشوب، تحريك افتر افكت مع موهو او توم بوم. قبل كل ده انت لازم تكون بتتعلم ازاي اساسيات الكاركتر ديزاين، اساسيات الخلفيات، الانيميشن، البرنسبلز بتاعت الانيميشن، وبعد كده تبتدي انت تشتغل. تمام. انما ما حدش يفتح السوفت وير ويفتكر ان انا فتحت السوفت وير فيرسم لوحده، يعني ده مش ما فيش حاجة موجود. اسمها كده. ده حقيقي. بس مم. في ان حد تاني عنده عنده أي سؤال أسئلة؟ تاني. ايوه ثواني، مروه عندها سؤال. طيب مروه بتقول ان هي مبتدئه جدا في التحريك بس بترسم كويس، ولسه من يوم كنت قاعده افكر هل ده يستحق، لان ده الطريق اللي انا بحبه وهقدر اشتغل بيه، سواء عايز اعرف احرك بشكل احترافي او ابقى رسام كتب اطفال او غيره. يعني مم. فكرت اتعلم حاجه تانية من اللي يمكن السوق محتاجه. انا لسه متخرجه ومشتته شويه ومش عارفه اروح فين، في لخبطه كبيره، وعايز اعرف اكمل بجد وادوس لاني خايفه، وبقى موضوع الاي اي الى اخره، الحاجات اللي بتخوفني دي. جاوبوا يا جماعه. ممكن اجاوب انا بقى؟ اتفضل يا اتفضل. أستاذ هاني، يا نهار أبيض. سيب لي الحدوته شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا انا مقتنع تمام الاقتناع بان الحاجه اللي بتحبيها هتنجحي فيها، لان فكره ان انا بحب الحاجه دي فانا هديها كل وقتي. وكان ليا نصيحه من صديق ليا بيقول لي الحاجه اللي بتحبها هي نص الطريق للنجاح. يعني حرفيا لو الحاجه دي بتحبها انت هتديها كل وقتك وكل مجهودك، وبالتالي هتفرق معاك وهتلاقي نفسك بتخطو فيها خطوات جادة وخطوات ناجحة يعني. تمام. نيجي لحتة السوق. زي ما أحمد قال، هي الفكرة كلها الشغل موجود، بس هيجيني الشغل منين؟ هيجيني من أسلوبي، من جودتي. يعني جودتي هي اللي هتجيب لي الشغل. بمعنى أصح إن أنا أسوق لنفسي، أعمل لنفسي صفحة، أحط فيها فيديوهاتي، أعمل ليا بيهايندز كده أحط فيه شغلي، أبدأ أعلن عن وجودي في الساحة نفسها عشان الناس تعرفني. وهتلاقي الشغل بيجيلك لوحده. بس لازم يعني تتأكدي انك انت وصلتي للجودة اللي تطلبي فيها. بمعنى ان العميل ده بيبقى محتاج انتاج، مش محتاج حد يجرب فيه. هو انا بدفع فلوس عشان اخد انتاج انا هعرضه واكسب منه. فعشان يوصل للمرحلة دي معاكي لازم ياخد شغل بيرفكت. طب انا امتى هوصل للشغل ده؟ سواء بقى كتب اطفال او انيميشن او اي مجال فني، لازم هتعدي بالمراحل لازم تتعبي. احنا ناس كبيرة عدى علينا سنين خبرة وشغل كتير. في وقتنا كانت المعلومة ليها ثمن، لكن دلوقتي المعلومات ما فيش أكتر منها. يعني حرفيا المعلومات مزروطة الدنيا، وده خلى الناس ما عندهاش شغف ان هي تبحث عن المعلومة. تمام. فاللي يشفع في كده هو انك انت حابه الموضوع. لو حابه الموضوع وهتجتهدي فيه فعلا، لا هتدوسي فيه وهتطلعي منه نتيجه كويسه. بس عايز منك شويه صبر. ما تستعجليش، لان الجيل بتاع اليومين دول بيستعجل. انا عايز اطلع نتيجه، انا عايز شغل، انا عايز مين. طب انت عملت ايه عشان تاخد الشغل؟ وريني مجهودك. تمام. وزي ما قلنا برضك فكره الاي اي، هو الاي اي ده عمله بني ادم. هل الاي اي هيلغيني انا كبني ادم؟ مبدأ خاطئ طبعا. المفروض الاي اي ده انا بستعمله كأداة، مش بستعمله ان هو يحل محلي. المفترض ان انا مثلا لو انا راجل، انا عندي خبره كبيره دلوقتي في الانيميشن، وعندي خبره كبيره في الباك جراوند، وعندي خبره كبيره في الاخراج. لو انا هستعمل الاي اي دلوقتي، انا اللي بوظفه مش هو اللي بيوظفه. يعني انا اقول له اعمل لي المشهد الفلاني بالزاويه الفلانيه بالبوز الفلاني يعني انا بعرف اتكلم معاه.
لكن انت او اي حد مبتدئ مش عارف اساسيات ولا عارف مبادئ ولا عارف زوايا ولا عارف باك جراوند، لما يجي يتكلم مع الاي اي هيقول له اكتب لي المشهد الفلاني وخلاص. لا، طب ما انت هيطلع لك خزعبلات، ما انت مش فاهمه. لا، لازم تفهمي الاساسيات اللي انت اتدربت عليها وطلعت منها انتاج عشان تخلي الاي اي ده يساعدك. فاهمين قصدي؟ بس كده. الله يا ابني، يا سلام حبيبي شكرا. حكم. نتمنى نكون جاوبنا على سؤالك يا مروة واستفدتي منه. ايه تاني؟ طيب في حد عنده اي سؤال تاني اضافي؟ طب زهقتوا من اللايف اصلا؟ يعني حد منكم من الموجودين، احنا نعرف ان كلنا زهقنا كنا من اللايف. حاجه و30 واحد. شكرا زهقت. جزيلا يا مروه، شكرا جزيلا يا مروه. ها، كنا حاجه و30، نزلنا للنص حرفيا. فمين اللي احنا اتاخرنا، احنا قعدنا احنا 12 الساعه الساعة كام؟ الساعه 12 12 ونص. وتلت، انت لا، احمد متخيل؟ بيسرح بينا، احمد بيسرح بينا. اه. انا اسف ان انا سهرتكم. لا يا حبيبي بالعكس. بس لا، كان احنا لايف استمتعنا. ممتع. انا طبعا لا المفروض بقى ابدا الون اصلا دلوقتي. بس لا يعني اللي هو إيه، انتوا شايفين الالوان اصلا سوليد يعني ما طيب، النتيجه. طب يا ريت خلينا ايه. الشباب يا مم. ريت الشباب اللي حضروا اللايف ده يكتبوا لنا رايهم، يعني يا ريت. لو عجبكم زهقتوا قولوا ان احنا زهقنا، ولو عجبكم يا ريت برضو تقولوا لاحمد حاجه عشان برضو محتاجين نشجعه، فشجعوه شجعي، بجد. هي تمام. برافو عليك. انا بقول 12 وثلث بالتوقيت الصيفي. 12 انا اسف وثلث جدا ماشي. جدا جدا على يعني ان انا مطول عليكم قوي كده. انا كنت مستمتع جدا لدرجه ان انا فعلا ما خدتش بالي ان الوقت عدى. آه، النتيجه اللي احنا وصلنا لها انا نفسي ما كنتش متوقعها. يعني انا حتى لا يعني يا الى راجل، نوعا ما النتيجه معقوله مرضيه بالنسبه لي. طبعا لا قبل بالنسبه لنا للتطوير طبعا. كلنا فوق التربيه يا ريس. لا. لا هي قبل للتطوير. طبعا انا كان لا نفسي ان انا بقى ايه يعني نتكلم في ان احنا ازاي اصلا نرسم الكاركتر ده. تمام. بس ده لا ده حوار تاني، ده حوار تاني. إن... مروه بتقول لك انا جوعت. معلش حقكم عليا. انا ملاحظ ان لا في بالعكس، اخوه الناس كتير من الناس مبسوطه يا احمد جدا، والله الناس انا ملاحظ مبسوطه. اللهم ان في لك اخوه الحمد. كتير من الجزائر نورونا. دي اول مره اللي اعرف ان في جزائريين متابعين الانيميشن او دي حاجه منورين كويسه والله. يعني. لا ده يعني اهلنا يعني. انا ما اعرف. انا بتكلم آه بجد، انا فعلا ده اول مره ليا ان انا اكتشف ان في جزائريين الحمد لله يعني عارفين شهرتك سابقه يا استاذ اسلام. خالص والله. انا آه. طب على انا عايز العموم. اتفضل أقول. لا، اتفضل. انا كنت عايز اعرض فيديو عندي من الفيديوهات بتاعتي للناس، بس سريعا كده، هو 26 ثانيه. يا ريت. آه، طب هو ماشي ثواني بقى لحظه هو كده. مثال. لا لحظه واحده هو كده عشان مثال. هشغل التسجيل وهجيب الشاشه بتاعتك يا استاذ هاني. هو بس مثال لفكرة إن أنت قلت لما تيجي تعمل حاجة لنفسك غير ما تعملها لعمك. لما تيجي تعمل حاجة لنفسك عيش حياتك فيها، انت شيرت الشاشه؟ تعامل فيها. لا لسه هشير أهو. طيب. لا، هي الشاشة ما بتتشارش ليه؟ آه هي مش عندي واقفة يا إسلام. طب اقفل ممكن انا. ما لازم احمد يقف. اه تمام. ماشي لحظه واحده كده. ماشي. هو أنا بعمل دعاية للقناة بتاعتي يا أستاذ أحمد بعد إذنك. منور الدنيا. هو الفيديو ده انا قعدت فيه، يعني هو 26 ثانية بس. لو قلت لكم ان انا قعدت فيه 3 شهور مش هتصدقوا. ليه 3 شهور؟ لان عمال افكر اعمله ازاي، واعمل فيه حركة واقعد يومين افكر في الحركة اللي بعديها، واقعد اللي هو بعمل حاجة لمزاجي انا. هي حاجة كده هبلة، بس انا نفسي استمتعت بيها. معرفش الصوت واصل لكم ولا لا. اه اه لا. جميل جدا. مش عارف اشتغل. بس كده. واو واو، لا 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 احنا نسقف له ده.
ده عايز تسقيفه جامده، احنا بنسقف من فين يا اسلام؟ تحت كده هتلاقي علامة التسقيفة حرفيًا. اه والله، فين يا ابني؟ حبيبي ربنا يخليك، تسلم لي تسلم لي. لا لا، رائع 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 يعني، حاجه جميله جدا جدا ربنا جدا. يخليك. انا ابعت طيب لك قلوب بس كده. حبيبي شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا يا شباب، واحنا ان شاء الله برضو هنرفع اللايف ده على قناه انيميشن على يوتيوب، نرفعه في خلال اليومين الجايين ان شاء الله، هو ولايف تاني خاص بالانيميشن. في نفس الوقت طبعا انتوا لو متابعين الصفحه او القناه هتلاقوا اننا منزلين الورش والكورسات اللي هتبتدي جديد، سواء مع استاذ احمد او استاذ هاني، الاثنين مع بعض، اللي هم ورشه الفيلم القصير ككل بقى. تمام، بس دي خاصه بالناس اللي جربت ترسم وفاهمه تحريك حتى لو بسيط، عشان برضو هيكون المحتوى اللي فيها تقيل شويه، فانتوا شد حيلكم بقى، لان الموضوع مش هيكون بسيط، بس هيكون قوي للناس اللي بتحب الانيميشن وعايزه ان هي تنتج وتطلع فيه منتج حلو، سواء بقى هتشارك في افلام قصيره او لنفسها او اليوتيوب. فبرضه في النهايه انت لازم تنتج منتج عشان الناس تشوفه، فدي فرصتك انك هتتعلم من منتورز شاطرين فيه وهتتبسطوا جدا 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 منه. بس طبعا بقى اخر حاجه، لو حد عنده سؤال او استفسار او طبعا احتاج مساعده في اي حاجه، ممكن يبعت لي عادي بشكل عادي على فيسبوك او انستجرام او اي قناه من قنوات التواصل. تابعوا طبعا قناه انيميشن ديلي، لاننا ان شاء الله الفتره الجايه برضو هننزل عليها محتوى تاني خاص بالانيميشن او الموشن، طبعا غير ان في لايفات كتير. يعني انت لو متابعنا هتحس ان الموضوع ايه يعني، ابديتد. وبخصوص بقى الاي اي، للناس اللي زعلانه وفرحانه من الاي اي او وات ايفر، احنا رافعين لايف لينا انا واكتر من حد برضو في المجال، اتكلمنا فيه وادينا الاجابات كلها، حتى كمان الخاصه بالشغل، سواء انت عايز تتعلم انت هتعمل ايه البايب لاين بتاعك. فاختصارا برضو الاجابه، انت بعد ما تشوف اللايف هتستنتج استنتاج واحد، انت ما قدامكش سكه غير ان انت تتعلم الاول صح وتبقى شاطر في مجالك، بعد كده تبتدي ان انت تستعين بيه زي ما احمد قال وزي ما استاذ هاني قال. غير كده الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى ليه اهميه. يعني انت لو وقفت مره واحده او الاي اي ده وقع، طب انت شغلانتك ايه؟ شغلانتي ان انا فنان اي اي؟ فلا، انت في النهايه انا انيميتور واستعنت بالاي اي، طب خلاص هو مش موجود، خلاص انا عقلي موجود. هاخد وقت شويه وده الطبيعي بتاعنا كلنا، انما ده الطبيعي، الشغل بياخد وقت. تمام، بس فانا حبيت ان انا اقول لكم دوت وادي لكم نصيحه برضو، لان انا جربت الموضوع وفاهم ايه الدنيا. فانتظرونا وتابعونا الفتره طب الجايه هو ويا ريت. اخر كومنت بس قول. في الشات، كومنت للباشمهندس عمر احمد سليم، يا ريت كلنا نخش نعمل له لايف او لاف. عمر تمام. الفنان عمر طبعا عمل عشان بيشجع بابا. اتمنى بس يعني كلكم يا شباب تدخلوا كده تعملوا له لاف كتير يعني. شكرا 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 يعني. انا سعيد جدا 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 باللايف ده يا اسلام، شكرا يا بجد يعني انت رجعتني يا ابني لذكريات حلوه، وان شاء الله تتكرر تاني، وان شاء الله ما ان شاء اوقفش الله. موضوع اللايفات تاني يعني. وباذن الله الورشه زي ما اسلام قال برضو احنا بنعلن عنها، وحتى برضو في الكورسات المسجله لو حد حابب بقى يستفيد يعني. انا عندي اللي هو المحاضرات المسجله بتاعت الباك جراوندز، لو عايز بقى تستفيد بقى في كل حاجه بقى، المنظور والالوان ونظريه الالوان وكل التفصيلات بقى اللي انت تحبها، تحسبا ان شاء الله للكورس المسجل. استاذ هاني برضه نفس القصه، عنده الكورس اللي هو الانيميشن فريم باي فريم، الادفانسد والمبتدئ وان شاء الله هتبقى حاجه محترمه، وانا سعيد بيكم جدا يا شباب. شكرا جزيلا انا لكم. كمان شكرا شكرا ليكم جزيلا يا ميدو. وتصبحوا على خير تصبحوا جميعا، على خير. وان شاء الله تصبحوا على خير، واستنونا بقى على اليوتيوب ما تنسوش. ها، السلام عليكم. عليكم مع السلام. السلامه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.